الحفيظ تصاب كما شافوا الإخوان في المقابلة في آسفي. الحمد لله كاين تمزق اللي هو خفيف وسطحي. ما كاينش شي تخوف على الحافظين ان شاء الله، غادي يكون متواجد ان شاء الله في الايام القليله القريبه ان شاء الله. هذا من الامور اللي خلاتنا اننا ملي تصاب ما بقيناش زدنا كملنا مع المقابله، فضلنا مع الطاقم التقني نخرجوا على برا. وبالفعل داكشي اللي كان، ولكن الحمد لله تبين على الفحوصات الطبيه وفحص بالصدى ان عنده تمزق عضلي سطحي ماشي بروفون، والحمد لله يقدر يكون متواجد في القريب العاجل ان شاء الله. العقال تعرفوا الاخوان عنده في القدم ديالو عنده واحد الالام اللي كان وتزادت الاصابه ديالو ضد الفريق التطواني بالالتواء ديال لاشوفي ديالو، اللي ارتئينا كذلك يرتاح منا ولا لا باس من لاشوفي. بقى الالم اللي في العظم اللي تعاملنا معاه بتريث ومبغيناش نزربوا على اللاعب. يقدر يكون ان شاء الله متواجد هذا الاسبوع صالحي. المده اللي خداها تقريبا الا تبعتوا معايا مسكين ما كاينش شي، بالعكس خدا العمليه في الاسبوع نفسه اللي تصاب فيه كونتر فريق تطوان. المراعاه ديالنا حنايا كطاقم تقني طبي انه يعني من جهه التنفسي اكثر من جهه ما عندوش شي مشكل اخر، يعني الحمد لله شافى من الركبه ديالو ولا بخير وعلى خير. اللي كاين هو انه الجهاز التنفسي ديالو راه خدا واحد الحصه تدريبيه مؤخرا مع الفريق ما شكا من والو. الحمد لله دابا راه الاشاره ديال الطاقم التقني اللي غادي يكون معاه متواجد، وغادي يشوف هو الصلاحيه ديالو واش يكون معاه في المقابله او لا يحطو